في المحالج وفي السكه حديد كيكل ده ب 20 مليار دولار. اول كلمه قال انا ماشي اجيب لكم حقكم من وزير الماليه. تجيب حقهم في شنو؟ حق المواطن. اول حاجه قال الاقطان والمحالج. الجزيره كل الناس دي بتعرفها، بنعرفها حق المعرفه، لا فيها محالج ولا سكه حديد ولا فيها اقطان. ده كله بدع ساي واحد، واي زول موجود في الجزيره عارف الكلام ده. وقال كيكل سارق 20 مليار دولار. كيكل لو عنده 20 مليار دولار ما يجيب طيران ويدقهم كلهم يحكم البلد دي يبقى رئيس. واذا كان قريته بتاعت الشكريه عزام اخوه مات، شفتوا بيته كيف؟ اوضه وبرندة وحوش وكله مكركب. رايكم شنو انتوا؟ راح كملوا. في المشروع ده ما ملك خاص يا اخوي، خصخصات الدوله. الدوله ما عندها به علاقه. الدوله ممكن تطلع لك الجاز، تطلع. ده اثبت تماما انه الدوله بايعه المشروع خاص لرجل اعمال ولا دوله ما، قال لك خصخصت المشروع. يعني ممكن هي دوله بعالها تطلع لك جاز وبنزين بس فقط، ليس اكثر من كده. لك قال بدا من هناك طوال فاخور الصحفي بتاعه الكلب الثاني ده، والبرهان شايفه. الفاخور عزام الصحفي بتاع كيكل والكلب عزام المتعلم الوحيد في الدراعون، واللي هو كان جزء من كتايبهم الخفيه شايفه. لكن بيقول له زمنك ما جاء، ده زمن حسي كلهم تحت رعايته. كلب الامارات ده شايفه. خطه ده ماشيه بيلزوا في الجماعه دي التمرد، حركات دايره تتمرد في الجزيره، حركات قاعده في المكنابي. يا اخوان المعركه شغاله، امشوا حاربوا براكم ما عندنا لكم حاجه، اطلعوا لنا من هنا. بتلز فيهم في التمرد مع حساب رياضيات. تتمرد لشنو؟ ويحاربك ليه؟ ما يمشي خد يده في حميتي. مشكلته سلاح، ما حميتي بديه السلاح. مجاك كده فتش يدك ديك ما صناعيه. لأن هم ذاتها المشتركه تامنت ذاتها ذكاء صناعي. والله لازم ندل عيرونا. طيب ده جينا للمرحله دي والسرد فيها بالحقائق والدلائل. وبكى قال يا اخي جانا النور قبه جاتنا مسيره، دالك اختلفوا دالك اشاكلوا. دي السياقات بس اللي هم بيتبعوها دائما ككذب وضلاليه. حبينا نفند خطابه ده والناس تفهم ان يا اخي الغايد ده من اول يوم هم بيقولوا ماتوا، هم حي، هو حي موجود، وهم في خطاباتهم قاعد ياكدوا الكلام ده. يبقى نحن ما محتاجين لانه اصلا نثبت لك حاجه، احنا محتاجين نفهمك انت ذاتك بتقول في شنو، وكلامك ده بيتسوق بيه منو، لكن مسوق بيه القطيع اللي ما بيفهم. هسه من خلال خطابه اثبت تماما وهدد قبل كده تماما كيكل، قال لي انا حوديك مباشره. والفاخوره ده بيقول لهم في رقبتهم لانه وقف مع اخوه وفاهم وعارف خباستهم ولاعبهم، وقد قوقع في داخل القوقعه دي تماما واثبت الكلام ده. فهنا لازم يزيحوا عن الطريق. الليله كامل ادريس اللي بيعقل كريعاته ولا كامل ادريس طلعوه كلب الامارات، والبرهان كانوا بيقولوا للكاهن والرئيس طلعوه كلب الامارات، وطلعوه انه طلع جوازات دبلوماسيه لناس صمود، طلع لهم جوازاتهم وجددهم لهم. ده كامل ادريس حبابك والله يا دكتور نجدو. نسمع تاني. انت قاعد مستغر، ما حس المسيرات واصلاك ولا ما واصلك؟ حس انت بتصحى الصباح انت عارف انه على بعد 150 كيلو يعني ساعة ونص بالعربية قاعدين الدعم السريع في حمرة الشيخ. ده كلام الغايد ولا ما كلام الغايد؟ انا قاعد امشي معاكم كلمة كلمة مرحلة مرحلة. كلام الغايد ولا كلام الغايد؟ طيب انتوا في مدافوق ونيالا تخشوا دارفور دي بهذا شكل، ولا باقي كردفان ده بتصلوا بهذا طريق؟ السؤال بيطرح نفسه. دعم السريع قاعد في حمرة الشيخ قال الكلام ده، هو الكلام ده الفيديو ده يوم 3 يعني قبل خطاب الغايد. ده ما انا ساعة ونص منك في مدرمان اللي انت هسه مؤمنة دي وقاعد فيها مستقر وبتاكل سكريم وتشرب قهوة، العدو قاعد على هنا. فما بالك اذا كانت دارفور بقت في يد تشاد، في يد حفتر، في يد افريقيا الوسطى، في يد يوغندا، في يد متمردين دولة جنوب السودان. موضوعك حيكون شنو؟ ما بيقدروا يعملوا لنا حاجة وبيحرسك منهم. ما هي دارفور دي لو ما استقرت بقت حدودها مع السودان واضحة، بقت قواتك المسلحة قاعدة فيها، حرس الحدود بتاعك قاعد فيها، ما حتأمن الجنب دي.
ما حيجونا. ما هو جاك لحد شارع الستين ده جايك من وين؟ ده مرتزقة التشادي، مرتزقة افريقيا أو وسطى، مرتزقة من دولة جنوب السودان، مرتزقة من يوغندا، مرتزقة من النيجر، من مالي، من اثيوبيا وصلك. فانت التخلص انك انت تفتكر الكلام ده انت قاعد في كرسي فجأة كده فنشوك بكره الصباح بتعرف الكلام ده حق. طيب هنا طلعنا انه نحن مرتزقه من الكاميرون، من النيجر، من مالي، من يوغندا، من كينيا، من جنوب السودان، من تشاد، من ليبيا، من الدول الاقليميه المجاوره كلها في افريقيا طلعنا منها. لما نجي نمشي تاني للفيديو حقه البدايه بيثبت حاجه واحده، انه يا اخي دول سودانيين والحرب ده شأن داخلي سوداني. بالذات لما نجي يهبش عشان يلفوا التهمه على اثيوبيا. ما الان الامارات نزلت المرتبه الثانيه ضلاليتهم وتقبيشهم للشعوب، ورفعوا اثيوبيا في المرتبه الاولى. ودي كلها خطه الجار الضاره المستعمر من اي تأجيج الصراع مع اثيوبيا. المرحله دي محتاجينها هم. عشان كده بنقول لك ده قطيع وابناء مستعمر، ما قاعدين نقولها لك عن فراغ، قاعدين نقولها على دلائل واثباتات، وهم قاعدين يثبتوا الكلام ده بس بذات نفسهم. ما في انسان ثاني قاعد يجي عشان يثبتوا، خطابهم بيثبت الكلام ده. هنا طلعنا نحن مرتزقه وما سودانيين وكل حاجه، وصلنا شارع الستين. تمام، نمشي للفيديو التاني. كل الواجهه والسياق تعالوا عشان تعرفوا انكم مخابرات صفر. وبي احمد ده يمشي عنده معسكرات الدعم السريع في اثيوبيا. حجه سالتك بالله هنا حيثبت انه نحن سودانيين. خليك من قصه اولادك معاك واحفادك براو انا كلام سالتك ما جبنا بالله هنا. دارك تجاوبي. دي اثيوبيا، تعال نرسم الخريطه. بلد رئيس اسمه ابي احمد قام جاب متمردين من دوله اسمها السودان. حلو. لما جابوا خطام في اثيوبيا عمل لهم مطارات ومعسكرات دربهم عشان يحاربوا منو؟ يحاربوا للتجراي اللي هم تمردوا عليه؟ لا، عشان يحاربوا دولة السودان. وبي احمد ده شفت ولا ما شفت؟ شفت. لما البرهان جاب التجراي على كلام القحاطة جابوا تجراي في السودان، قام البرهان عمل لهم معسكرات وسلحهم عشان يحاربوا منو؟ المفروض ابي احمد طلعوا بيحاربوا منو؟ قالوا داير يحاربوا التمرد الداخلي جوا السودان الدعامة. انت عانوا ابي احمد لما داير يحاربوا التمرد الداخلي جوا السودان الدعامه. ليه ما قال جنجويد ونيجيريين وماليين وكاميرونيين وجايين ليه ما قال الكلام ده؟ فانتوا ما محتاجين تبحثوا ترى، خلوهم بكشوا عشان براوهم. واصل الكذاب ده ربنا ما بيثبت لسانه بالصدق نهائي، حيقعد كده مزعزع طول عمره، حيفتح بالحق. في خلال كلامه قال الحق ده كله اوضحه. ما تنساقوا ورا القطيع، ما تنساقوا ورا القطيع. ده واحد. وده كاتب لي تحت قال لي جارنا محل برهان وكامل ادريس. اجيبها لك تاني. يبقوا الواجهه الان واحنا كامل ادريس قال لنا شهر 5 هتقعدوا معاهم في اتفاق بتاع السلام في شهر 5 ومفاوضات سودانيه. هو موظف ضرائب ما قادر عليه. كامل ادريس ده هدار قاعد سودانيين يتحاوروا وحياة الله موظف ضرائب في الخاله بتاع عرقين ما قادر عليه. دور له 36 كروزر مشى عشان يعرفوا انه ما عرفوا. فده ما بيعمل حاجه مرسول الحب ده. لما تضيق علينا حيجي البرهان يخط علينا في الترابيزه شنو؟ اتفاق سلام مع الدعم السريع. ها يا اخواننا تمضوا ولا نواصل في العصر؟ يعني حسوا هم بخططوا كده، اي بخططوا كده. يعني حسوا هم بضيقوا علينا اقتصاديا معيشيا في التعليم، المسيرات اللي بدات تضرب، القوات المسلحه اللي بدات تنسحب. هسه يا سبعه ده حنسحب لنا من حته. ها يا اخوانا والله نازل داخلين من الدندر من الكرمك ماشيين على الدندر عشان يصل الدندر داير له ساعتين من الكرمك. ساعتين بس بيصل الدندر، يعني وصل جبل مويه، يعني استولى على سنار تاني. هل في عسكري قوات مسلحه بيقعد يثبت في سنار؟ اثبت سنار الحاميه ديك مذكرينه واحد من اولاد البراء سبحان الله السنه اللي فاتت امتحن شهاده سودانيه. تذكر الولد اللي كان واقف بيدوشكا ماسوره واحده يعني ما 23 براو. الكلام ده الساعه 5 كده عصريه في اخر نقطه كده، والدعم السريع كان داخل سنار. واحد من ابناء البراء عرفتوه؟ اخر شريط كان عنده
برجع به تاني. في زول بيثبت لنا قال لك هو علمان انه اخر شريط عنده، كنت حاضر المعركه كنت قاعد فيها. اخوان الكذب ده الله عده قريب. ربنا ده ما خلق اي عبث، ربنا ده عادل وعارف الحق، لسانك بينطق بالحق. ده القرش حبابك الله يشاعرنا، تحيه لك. اسمه الكذب لازم. والضلاليه دي. عشان توعوا ما بيثبتوا تخمروا لك ذاتهم ما القطيع. بيقاتلوا بعقيده. البرهان وصف سجنوا سجن قادتهم وفرتقوا نفرتك قواتهم، مش جاب بدلهم منه النور أبح النور صعب. أبح. ستوب. النور أبح. شوف لما أقول لك ربنا ده بيعمي بصيرتك عشان تقول الحق. أبح دي بيقولها منو؟ ومنو اللي قالها له؟ يبقى الأوردر ده منبع وين؟ خرطط وين؟ المنبع ده خرطط وين؟ ومنو سايق الليلة دي كلها كده ودافر فيها الناس منو؟ خلنا خلوا عندكم عقل. ربنا ده اي انسان يميزه، اداه عقل يزن 12 وقيه، استخدم منه 2 بس في الحق، والباقي ان شاء الله تملاه كله زخم فارغ. الله يديك العافيه يا خالد. انت ما محتاج تبحث على دليل ولا اثبات. اسمع، ابعد عن شفت الجوطه والزخم وما والاساءات بتاعت التعليقات والاساءات اللي بيقدموها لك فوق، عشان انت ما تركز، ما تبحث عن وعي، وما تبحث على الحقائق والدلائل وين. فتعال اسمع خطاباتهم دي براك. ربنا ده لو ما متعلم اداك عقل واداك فطره موجوده عندك مخلوق بيها انت. فكر بس في الكلام اللي بقوله فيه ده، وعاين للطبيعه والواقع اللي انت عايشه في السودان ده، تلقى في تناقض كبير جدا. يبقى الكلام ده كله كذب، ما عنده اي دلاله من الصحه. فلما تيجي تأيد تبعي وانت ما عارف منبعه ولا متخرجه ولا شكليته شنو، يبقى انت تابع لك فارق صايم. عشان كده احنا بنقول ان احنا ما عندنا كادر وطني سوداني بيعرف قيمة السودان، ولا كادر وطني عارف قيمة الأرض دي معناها شنو. لما نقول لك مستعمرين من الجارة الضارة ووضعت التسلسل بتاع الحكم ده من التاريخ الأزلي لقمع الشعوب وقمع الثورات، ما قاعدين نقول لك عن فراغ. ولو داير نثبت لك حتى الانفصال ده من وين؟ من 2005 ما قبل يفصل الجنوب وبعدين يفصل الجنوب. والمحاضرة كانت ادوها في قاعة الصداقة، وأداها واحد من الجارة الضارة للسياسيين الموجودين اللي بيعملوا فيها إنهم هم سياسيين وحاجة، من غير تلجأ لانتماءات عنصرية ولا خطاب قبلي ولا خطاب جغرافي. شوف اتكلم عن السودان ده عامة بس، وشوف دلائل وين، وارجع بعدين شوف عنده خطاب تاني انا بجيبه لك عشان تعرف انت الليلة ككادح ما من الطبقة الغنية ولا من الطبقة اللي اختلست الشعوب السودانية لامتيازات، انت ما قاعد تسوي عندهم غير صفر على الشمال. الليلة المواطنين قاعدين كلهم في السودان حتى مناطق سيطرتهم ديل مهما كان بيقولوا، انا بشوفهم انهم مستخدمين فقط ودروع للحرب بس ليس الا، وبيثبتوا الكلام ده من خلال خطابهم بس. ونرجع تاني نكمل لكم الخطاب ده.